إصدار O3 ميني من شات جي بي تي، وده رد صادم وقوي من شركة اوبن اي اي على كل اللي الصين بتعمله. حاليا الإصدار ده بيتعادل وبيتفوق على ديب سيك، وحرفيا الاتنين بقوا شبه بعض، لأن الاتنين حاليا فيهم نفس الميزة وهي السينكينج اللي هي التفكير. بس في شات جي بي تي اسمها الريسون، وفي ديب سيك اسمها ديب سينكينج. طيب تعالى ناخد بصة سريعة عن كلام اوبن اي اي عن الإصدار بتاع الاو 3 ميني من شات جي بي تي. وهو هنا بيقول لك ان شات جي بي تي بلس والتيم والبرو اوبن اي اي او 3 ميني المفروض ان هم في اليوم كانوا بيدعموا 50 رساله، بعد كده بقى الاو 1 ميني والاو 3 ميني بقوا بيدعموا 150 رساله. فتعال نبص بصه مبدئيه كده عن التحليلات يعني اللي هم وصلوا لها. وهنا بيقول لك في الماس الثلاث نسخ من الاو 3 ميني اللي هي اللو والميديوم والهاي، الثلاثه دول كانوا محققين ارقام كويسه في الماس. بعد كده في الساينس برضك التلاتة محققين نسب كويسة. وهنا مقارنة بين ال O3 ميني هاي وال O1 ميني وال O1 ما علينا. وبرضك في الكومباتيتيف في الكودينج على كود فورسز اللي هي البروبلم سولفينج، التلاتة يعني محققين نسب كويسة عن ال O1 ميني وال O1 وال O1 ريفيو. وعندك السوفت وير انجينيرنج هنا برضو التلاتة محققين نسب كويسة أوي. ودي مقارنة برضك ما بين ال O3 ميني وال O3 ميني اللو والميديوم والهاي والاو 1 هاي. فما علينا من ده كله، ودي التحليلات تعالى نشوف الكلام ده عملي. فتعالى دلوقتي كده نقول له ايه. اول حاجة زي ما كنا بنختبر كوين، فاحنا هنختبر هنا هنختبر شات جي بي تي، وهنقول له حاجة. هنفعل الميزة بتاعة الاو 3 ميني، وهنسأله سؤال. هنقول له ام احمد عندها حسن ومحمد وسعيد، ابنها الرابع اسمه ايه؟ خد بالك من السرعة، خد بالك من السرعة بس في لحظة. سريع جدا على عكس كوين اللي احنا شرحناه الفيديو اللي فات وهنا بيقول لك ايه السؤال، بيلمح لأم أحمد وهي والدة أحمد لذا ابنها الرابع هو أحمد. أنا كنت متوقع إن أنا أديله هنت، بس الصراحة جابها صح، فدي نقطة ليه تحسب. فنديله سؤال تاني، ونفس السؤال التاني أنا بسأله كم عدد حروف الإيه في كلمة بنانا. وللعلم أنا مزود هنا حروف في كلمة بنانا، فهشوف هو هيحللها ازاي. هو كتب لي هنا ان انت كلمة بنانا فيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، صح. وطيب هو ما جابليش ان بنانا اصلا كاتبها غلط، فما علينا، وعد الحروف وخلاص. فتعالى دلوقتي نشوف له سؤال تاني. والسؤال اللي بعد كده انا مديله سؤال بقول له انا عايز 3 دول اخرهم حرف التي، اخر حرف فيهم حرف التي. هو برضك هو سريع في حاجات وبياخد وقت، بس مش وقت طويل قوي. وبرضك ميزة السينك دي، ميزة الريسون اللي عنده شبه ميزة الديب سينك. هو خدها هنا 19 ثانية على ما يحلها. فهو جاب لي أول واحدة ايجيبت صح، وتاني واحدة كويت صح صح، يعني خدت 19 دقيقة في السؤال. وبرضك يعني الميزة اللي هي بتاع الريسون دي نفس الميزة بتاعة ديب سيك اللي هي كان اسمها ديب سينك R1. فحرفيا لا، في تطور جامد. وهنا بيوريك هو الطريق اصلا فكر ازاي. يعني هو هنا بيقول لك هو عمل ايه عشان يفكر في السؤال اللي انت اديتهوله. فتعال نزود الصعوبة شوية. فانا هنا السؤال اللي بعده اصعب شوية. طيب في السؤال ده انا بقول له ايه، ان انت معاك عربية وفي ان في طريقين العربية ده المفروض تمشي فيهم. فالطريق الاول فيهم فيه 5 ميتين، والطريق التاني فيه واحد صاحي، والخمسة مربوطين في الأرض، وواحد برضك مربوط في الأرض. يعني متكتفين ومرميين في الأرض، 5 ميتين وعندك واحد هنا صاحي. فأنت هتعمل إيه؟ هتمشي العربية هتعدي من أنهي طريق؟ أنت تختار أنهي طريق عشان تمشي العربية فيه. فهنشوف هيقول لنا إيه. ايه ده؟ هو السؤال ده ملوش إجابة أصلا، يعني هو ما جاوبش السؤال، بس هو قال لك إيه، 1 و2 من المنظور الأخلاقي ومن المنظور النفعي.
هو قال لك ان انت لو هتضحي فانت هتضحي بواحد، وقال لك اللي هو لو مات هيكون على مسؤوليتك، وهو صاحي اصلا، هو ما قراش ان في خمسة اصلا ميتين. والخمسة ميتين، فانت هو اصلا المفروض يعني الاجابة الصح ليها ان هو يمشي في الطريق اللي فيه الميتين، لان انت كده بتقلل الضرر، هما كده كده ميتين. فانت لو مشيت على الصحي انت زودت الميتين واحد بقوا ستة. وبس هو محل، هو بيقول لك ما فيش اجابة واضحة للسؤال ده، شكله خايف ولا حاجة. اصل بيقول لك انت اللي هتتحمل مسؤولية. ده سؤال يا عم، انت في ايه؟ انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجة يا جدع. فتعال نشوف السؤال اللي بعده. اكتب جملة مكونة من 10 كلمات بحيث يكون عدد أحرف كل كلمة مساوي لترتيبها، يعني الكلمة الأولى من حرف واحد والكلمة التانية من حرفين، وهكذا وانت ماشي. استنى عشان نشوف الوقت اللي هو خده عشان يفكر في السؤال. والدي دلوقتي حاليا لسه بيفكر. هو جاب لك الجملة. أول حاجة one letter، يعني قال لك I، وقال لك إن دي one letter، و AM وقال لك دي two letter، ونوت قال لك دي three letter، وهكذا لحد آخر جملة اللي هي الليتر. هو مكتبهاش، يعني هو جاب لك ال10 كلمات اهم وانت كون جملة مفيدة. لا كتبها هنا اهي. I am not sure about making، ومكمل الجملة يعني. فهو هنا كتبها صح، مش هنعد ورا، صح ما نرجعش ورا. واخد هنا كام واخد هنا حوالي 50 دقيقة عشان يفكر في السؤال. تعال نشوف السؤال الأخير، وإن لو أنا بخليه يعمل لي لعبة التعبان باستخدام بايثون. والمفروض ان التعبان هيكون لونه اسود، والدايرة هيكون لونها ابيض، والمفروض انا محددتلوش الخلفية. لو عايز احدد له الخلفية ممكن احددها له، بس هنشوف الكود اللي هو هيجيبه لي عامل ازاي. هو ما شاء الله سريع. النسخة دي سريعة قوي. فالكود اللي هو جابه، تعالى دلوقتي نجربه. اول حاجة هنعمل تكست جديد، نحطه في اي مكان، وتفتح كده وتحط الكود. بعد كده هتيجي على كلمة فايل وهتقول له save as. بعد كده هتختار مثلا، هتكتب مثلا O3. هخليه مثلا O3، وأهم حاجة دوت بي واي، اختصار بايثون. وهتيجي هنا هتقول له أول فايل، وهتقول له سيف. هتخرج من هنا هتلاقيه عمل لك ملف امتداد بايثون. هتضغط على الملف ضغطتين هيفتح لك اللعبة. والمفروض ان انت بتحرك هنا التعبان بالأسهم بتاعة الكيبورد. كويس، كويس قوي. هو لما بتخسر بيقول لك جيم اوفر. فتعالى نلعبها تاني، نجرب تاني. ده ممكن نقول له تفاصيل اكتر في اللعبة، ممكن نخلي الخلفية خضراء. كويس شغال. فتعالى نديله تفاصيل تانية. تعال هنقول له مثلا، هو راح فين؟ هنقول له and. وحط لي 3 مستويات وانا اللي اختار. وبعد كده
and background مثلا green، واقول له enter. هناخد الكود كوبي ونشوف هل هو فايل برضك save as. هنقول له مثلا O31 ونقول له .py، ونيجي هنا نقول له all file ونختار save، نخرج من هنا هتلاقي عمل لي ملف تاني اهو. اهو الخلفية خضرا ولا level 1. تعالى اما نجرب. وتعالى انا قلت له 3 ليفلات من غير ما احدد له ان انا اللي اختارهم. فتعالى نشوف بعد قد ايه هيجيب لي المستوى اللي بعده. سكور 1 ليفل 1. حلو، بيحسب السكور فوق. هنشوف الليفل هيتغير من امتى، من لحد فين. واللعبة شغالة كويس اهي. واول ما جه سكور 6 اما غير الليفل على طول، والتعبان بقى اسرع. فهنا تقريبا كل 6 ليفل بيكون عندك بيقوم جايب لك المستوى اللي بعده. يعني كل 6 سكور، يعني اما بتاكل 6 مرات بيعلي لك الليفل 1 وبيخلي لك التعبان اسرع. فعشان برضو الناس اللي هتسأل ازاي عملت الملف ده، وهتلاقيه لو انت جيت تعمله عندك مش هيرضى يتعمل عند بعض الناس. فانت لازم تكون منزل بايثون الاول عندك، ولازم تنزل مكتبة الباي جيم. فلو انت مش عارف تنزله ازاي هسيب لك اللينكات. وتعالى دلوقتي هنكتب مثلا هنا انستول مثلا. هتيجي هنا على داونلود بايثون. لو انت ويندوز هتيجي تحمل من هنا داونلود بايثون، ولو انت لينكس او ماك هتحمل هتضغط هنا وتحمل للاصدار بتاعك. واول ما تضغط داونلود بايثون هتلاقيها بتحمل، بس عشان انا محملها. وبعد كده هتحملها، هتروح تثبتها عادي جدا، تثبتها كأنها برنامج عادي. هتفتح معاك عشان تتأكد برضو ان هي نزلت عندك. هتيجي هنا تبحث عن التيرمينال. لا، هتيجي تبحث الاول عن سي ام دي. اول ما تنزل بايثون هتيجي تعمل لها اوبن. هتيجي هنا تتأكد، هتكتب بايثون ان انت نزلتها يعني، فهتكتب بي واي. فانت عشان تتأكد ان انت نزلتها صح فانت تعمل ايه، هتكتب هنا بايثون، وبعد كده هتاخد مسافة داش داش فيرجن وهتضغط انتر. هيقول لك هنا بايثون الاصدار بتاعها. فانت كده تبقى نزلت المكتبة صح. فاول حاجة اصلا شات جي بي تي بيقول لك ايه، انت عشان تنزل اللعبة ديت لازم تكون منزل مكتبة الباي جيم. فانت هنا هتاخد دي كوبي، هتاخد دي كوبي وهتيجي هنا على التيرمينال وهتقول له، هتدوس بس كليك هو هنا بيقول لي انت منزلها مرة وجايب لي اللوكيشن بتاعها وبس. وهو هنا هيحمل معاك. هو هنا عشان انا كنت منزلها فهو جاب لي المكان بتاعها. وبعد كده انت هتضغط انتر هتلاقيه بيحملها لك وبس كده. ضغطتين على الملف هتلاقيه بيفتح لك اللعبة بكل سهولة. وبس كده انا خلصت. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو وشارك الفيديو على قد ما تقدر. ولو محتاجين اي فيديوهات تانية عن الذكاء الاصطناعي ممكن تكتبها في الكومنتات. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.